تخيل تبقى لابس ساعة يد وتبقى هي السبب انك تدخل السجن. ايوه، ساعة يد كانت هتضيع مستقبل محمد زيدان كله. قبل ما نبدأ صلي بينا على سيدنا محمد ودوس لايك وخليني احكي لك. القصة يا صديقي بدأت في أول أيام احتراف محمد زيدان في الدنمارك. وقتها شاف واحد في الشارع بيبيع ساعات، عجبته ساعة جدا من اللي بيبيعهم فاشتراها ودفع فيها وقتها حوالي 5000 يورو وخدها ومشي. زيدان كان فاكر إنها ساعة عادية جدا ومفيهاش أي حاجة، حتى فكر إن الألماس اللي فيها مجرد فصوص للزينة. لا، وكمان فضل يلبسها بشكل غير طبيعي لحد ما ظهر في لقاء تلفزيوني بعد ماتش، وكانت الساعة باينة في ايده بوضوح قدام الناس كلها. ويجي تاني يوم الصبح الشرطة خبطت على باب بيته، ولما فتحوا طلبوا من زيدان انه يسلمهم الساعة فورا، وقالوا له ان الساعة دي مسروقة من كوبنهاجن. والصدمة الأكبر ليه لما اكتشف إن الساعة دي تمنها حوالي 100 ألف يورو. الشرطة وقتها فتشت بيت محمد زيدان، والموضوع اتحول لتحقيق رسمي. وفي النهاية المحكمة اكتفت بتغريمه بس وما سجنتوش، وده كان كله بسبب شراء الساعة دي.